يشكل اليافع المتألق لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني طبقا دسما اشتعل الصراع حول الظفر به بين الاتحاد الإسباني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عمدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تكليف منقبيها بإسبانيا بالسفر إلى مدينة برشلونة للاجتماع بيمين لآمال نجم النادي الكتالاني وعائلته لإقناعه بالانضمام منتخب المغرب. وكانت تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن وجودانية التي وجيه إلى الدعوة للاعب خلال توقف سبتمبر لما قبل بهدف المشاركة في إحدى مبارات منتخب إسبانيا أمام كل من جورجيا وقبرص ضمن تصفيات يورو ألمانيا 2024. وفي خضم الجدل القائم، أكدت صحيفة وان فوتبال أن يامال وافق واقتنع بعرض الاتحاد الإسباني، واختار حمل قميص لروخ ما استقبل. وولد المهاجم الواعد عام 2007 في إسبانيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل 3 منتخبات خلال المرحلة المقبلة. ويرتبط يامال بعقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2024، كما تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون يورو. وفي بورصتنا لمواقع لما خطص ترانسفير ماركت.